سمعنا عن الأوزمبيك كتير وإن في ناس كتير خدوا الدواء وخسوا عليه. هنتكلم النهاردة عن ازاي هو بيشتغل ومدى فعاليته والأعراض الجانبية اللي بيسببها، وكمان هنقول إذا كان الوزن ممكن يرجع تاني ولا لأ، وممكن نعمل إيه عشان نمنع ده. أنا صيدلانية، اسمي رواء، وبقالي أكتر من 6 سنين في ألمانيا، وبحب أتكلم عن الأدوية وعن التغذية والاهتمام بالنفس وخسارة الوزن والجيم والحاجات دي. هنبسط قوي لو بدأت حاجة تقدر ممكن تساعد ناس يهتموا بجسمهم. فلو انتوا عايزين تبدأوا الرحلة دي معايا ممكن تتابعوني. هنبدأ الأول بإزاي الأوزمبيك بيشتغل. الأوزمبيك فيه مادة فعالة اسمها سيماجلوتايد، والمادة دي شبه مادة عندنا في الجسم اسمها جي ال بي 1. الجي ال بي 1 بيطلع لما بناكل حاجة عشان يحسسنا بالشبع، وبعد كده في خلال دقيقتين 3 بيتكسر من الجسم، على عكس الأوزمبيك لو خدناه ما بيتكسرش في دقيقتين 3، بيقعد شغال أسبوع كامل، بيحسسنا بالشبع أسبوع كامل. طبعا انتوا عارفين هو ازاي بيتاخد. الأول بدوز قليلة، يعني ربع ملي جرام لمدة 4 أسابيع. بعد كده بتضربوا الدوز دي في 2، يعني نص ملي جرام لمدة 4 أسابيع. بعد كده 1 ملي جرام لمدة 4 أسابيع. بعد كده 2 ملي جرام، وده الماكسيمم، ما ينفعش تزودوا عن 2 ملي جرام. فهو ده ازاي الأوزمبيك بيتاخد، هو بالطريقة دي. وده اللي بيخلي الشخص شبعان لفترة طويلة. ما ينفعش تاخده كل يوم طبعا، ولأن هو بينسي الناس الأكل يعتبر، يعني بيحسسهم كمان بالدوخة. وده شكوى كتيرة كانت بتجيلي في الصيدلية، عم بحس بالدوخة على الدواء ده. اولا لازم تتاكد ان انت بتتحمل الدواء، يعني لو بيجيلك الدوخه دي ما ينفعش تسوق او تعمل حاجه خطر في شغلك او كده، لان الدوخه دي فعلا بتاثر عليك وانت بتسوق مثلا. حاجه تانية ممكن تجيلك من الدواء ان يحصل غثيان مثلا، او يحصل عامه ان انت مش الجهاز الهضمي بتاعك مش شغال كويس، لان الاوزمبيك بيبطئ الجاستريك امتينج، او يعني بيبطئ عمليه الهضم من الاخر. فلما بيحصل كده بيحصل لك غثيان، بيحصل لك حاجات مش لطيفة بسبب ده. حتى كان في قضية اترفعت في أمريكا ضد الدواء، إنه الناس بتشتكي أنا جالي منه أعراض جانبية جامدة جدا، والبامفلت أو الورقة اللي بتيجي مع الدواء موضحش ده بنسبة كفاية. وكان من ضمن الكليمز يعني إنه حد بيقول أنا جالي شلل معدة واضطريت أدخل المستشفى وكذا، وإيه، ودخلوا المحكمة ضد الشركة المصنعة الأوزمبيك اللي هي نوفو نورديسك. في حد تاني قال انا جالي عمى في عين واحدة بسبب الدواء، بس ده اتمنع من ان هو يدخل المحكمة او القضية بتاعته، يعني عشان مفيش ادلة كفاية ان هي تثبت ان الدواء هو اللي عمل كده. الاوزمبيك كمان عليه حاجة اسمها بلاك بوكس وارنينج، يعني زي تحذير خطير يتحط عشان هو سبب كانسر الغدة الدرقية في الفئران لما جم يعملوا التجارب عليها. فالتحذير ده موجود عشان اي حد عنده مشاكل في الغدة الدرقية ما ياخدش الدواء. طبعا الشركة يعني عملت دراسات في الموضوع وقالت ان هو ممكن ما يأثرش على البني ادمين قوي، يعني بس ايه، بس طبعا عشان عمل كده في الفئران، فهم قالوا لا، بلاك بوكس وارنينج، وما ندهوش لأي حد عنده مشاكل في الغدة الدرقية. حاجة تانية ممكن يعملها الأوزمبيك، ودي اللي اتشهرت بيها كيم كارداشيان، أوزمبيك فيس، إنه الدهون بتاعت وشها اختفت تعتبر، وبقى شكلها يعني وشها دخل كده جوه شوية، وعينيها بقت مجوفة وكذا. ده اسمه الأوزمبيك فيس. ده فعلا عرض جانبي تاني ممكن يجي من الأوزمبيك. طيب ايه أكتر بقى عرض جانبي أنا بتضايق منه شخصيا؟ إنه بيقلل، زي ما بيقلل الوزن بيقلل العضلات، والعضلات دي أهم حاجة تعتبر في لو حد عايز يخسر وزنه، عشان العضلات هي اللي بتحدد حاجة اسمها resting metabolic rate، أو سرعة الحرق يعني والشخص مرتاح. يعني لو حد ما بيعملش exercise أو ما بيعملش حركة جامدة، لسه بيحرق سعرات حرارية، دي بتبقى البيس بتاعته. والسعرات الحرارية دي مربوطة بقد ايه هو عنده عضلات في الجسم. لو ما عندوش عضلات كفاية، سرعة الحرق دي بتقل. فكأن الشخص بيقرر أو بيحكم على نفسه إن هو ياكل أقل طول حياته بعد الأوزمبيك، ودي حاجة ممكن نتخطاها بالدايت، إنه ياكل بروتين كتير وإنه يروح الجيم عشان يبني عضلات. إيه كمان؟
آخر بقى سؤال في الفيديو بتاعنا، هل الوزن بيرجع تاني؟ الوزن ممكن يرجع تاني لو الشخص ملتزمش بالخطة الغذائية اللي كان بيمشي عليها في الأوزمبيك، لأن الأوزمبيك أول ما بتاخدوش بترجع تحس بالجوع تاني بطريقة طبيعية. فلو انت عندكش نيوتريشن بلان او يعني نظام غذائي يحسسك بالشبع، طبعا هيرجع وزنك تاني. الحاجات اللي بتحسس بالشبع هي في حاجات طبيعية كتير بتحسس بالشبع، ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني، منها مثلا اي حاجة فيها الياف. بس ودي كل حاجة عن الأوزمبيك ممكن تكون أهم الحاجات اللي ممكن تعرفوها. بس هي الأوزمبيك كمان انتوا ممكن تقروا البامفلت بتاعه، ليه أعراض جانبية أكتر بكتير، ليه كونترا إنديكيشن أكتر بكتير، ما ينفعش للحوامل، ما ينفعش لأي واحدة بترضع، ما ينفعش طبعا للأطفال الأقل من 18 سنة. فقبل ما أي حد ياخد أي دواء لازم أسأل الدكتور، أهم حاجة عشان الدكتور يقدر يشوف تحاليلك ويشوف ايه المناسب ليك ولا لأ، وبيعمل حاجة اسمها ريسك بنفيت اناليسيس، اللي هو بيوازن المخاطر مع الاستفادة اللي ممكن تاخدها من الدواء، وبيشوف إذا كانت دي حاجة تصلح لك ولا لأ. تاني حاجة ممكن تسأل كمان الصيدلي، لأن الصيدلي ممكن يشوف ايه الأدوية بتاعتك اللي انت بتاخدها، ويشوف هل هي ينفع تاخدها مع الأوزمبيك ولا لأ، ويعني ايه يقولك برضه هتاخدها صح ازاي. يعني الأوزمبيك بيجي كحقنة، ماشي، زي الانسولين، شفناها حتى في فيلم احمد حلمي، بس هو بيعملها غلط، هو بيحطها على طول كده. بس هو الصح يعني انه المفروض طبعا يعقم المكان، ويحط ويمسك الجلد ما بين صباعين، وبعد كده يحط الحقنة، وبعد كده يشيلها، وبعد كده يضغط عليها بعدين، يغير المنطقة اللي بيحط فيها الحقنة كل أسبوع، ميحطهاش في نفس المنطقة. آم، فالحاجات دي، الحاجات التفاصيل دي ممكن تسهل عليك حاجات كتير لما تيجي تاخد الدواء. بس كده. لا انا نسيت اقول لكم، هل هو فعال ولا لا؟ احنا طبعا شفنا ناس كتير بتخس عليه. طلعت تاني دراسة عشان نشوف قد ايه ناس بتخس عليه. كان في دراسة على 40 شخص اخدوا الدواء، وبعد كده بصوا على الناس دي خست قد ايه في وقت قد ايه. يعني شافوا كام واحد خس 5% من الوزن بتاعه في خلال 3 شهور، وطلع ان 70% من الناس خسوا في 5% من 3 شهور، و88% من الناس خسوا 5% في 6 شهور. بعد كده شافوا مين اللي خس أكتر من 10% من الوزن بتاعه، وده كانوا 20% من الأشخاص اللي خدوا الأوزمبيك في أول 3 شهور، وكان 68% من الأشخاص اللي خدوا الأوزمبيك 6 شهور. مين بقى اللي خس أكتر من 15% من الويت بتاعه؟ ده طبعا يعني وزن كبير إن حد يخس. كان 32% من الأشخاص. طبعا كل الدراسة دي على مجموعة معينة يعني من الناس، مش على العامة يعني، فممكن مش نفس التأثير يوصل لكل الناس. بس حتى احنا شفنا، يعني أنا نفسي شفت ناس كتير خسوا عليه يعني. بس كده، ده كل حاجة عن الأوزمبيك، وأتمنى أشوفكم في الفيديوهات الجاية. هتكلم عن أدوية برضو تانية بتخسس، وهتكلم كمان عن ازاي تخس بطريقة طبيعية. ممكن أقول لكم كمان عن تجربتي الخاصة. دلوقتي عندي زي هدف إن أنا أقلل حاجات معينة في الدايت وأزود حاجات معينة في الدايت، ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني. لو تحبوا حاجة زي كده ممكن تتابعوني وتقولي أسئلتكم في الكومنت.